عسلامة، شنحوالكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير يا ربي. أنا شريت مرة المعجون البرتقال من برا والحق ما عجبنيش وحسيت فيه ياسر المرارة، وملكا وقتها ما عادش شريت منه. ومرة هذه قلت علاش ليه ما نعملوش في الدار ونشوف الريزولتا، والحق جاني ياسر بنين وعجبني برشا. ومنك وقتها وليت نعمله وحدي في الدار. كان تحبوا على الوصفة والطريقة اقعدوا معايا حتى الآخر فيديو. وما تنساوش باش تابعوني على الانستغرام والتيك توك والفيسبوك واليوتيوب. شريت 2 كيلو برتقان وغسلتهم بالكدا بالكدا، ومن بعديك خديت 3 كعبات، تنجموا تاخدوا حتى 5 كعبات، ونحيت لهم الزيست متاعهم. ومن بعديك ناخد كل واحدة ونقصها هكايا من الفوق ومن اللوطة، ومن بعديك نقصها من الجناب ونحي القشرة البيضة خاطر هذيك تعملنا المرارة في المعجون. وتويكا ناخد كل واحدة ونقصها مرسوات صغار، وكان فما قلوب نحيهم. قصيتهم الكل ومن بعديك زدتهم مع الزيت، وزدت عليهم 500 جرام سكر. تنجموا تحطوا أقل ولا أكثر، بالنسبة لي أنا الحلاوة متاعو جات مريقلة. خذيت كعبة قارص قسمتها على 2 ومن بعديك عصرتها وزدت الجو متاعو للبرقدان والسكر. نخلطهم مع بعضهم ونغطيه ونخلي فيك السكر على الأقل 4 سوايع ولا ليلة كاملة. تحضروه في الليل ومن الغدوة تمدوه. ومن غدوة باش تلقاو البرتقان كيما هكايا سايب الجو متاعو. تويكا باش نصبو في كاسرونة وباش نغطيه وباش نهز نطيبو على نار تكون متوسطة. ولهنا قاعد يطيب، وكي يبدا يعمل كل كشكوشة هذيك تنحيوها بالمغرفة. كيفاش نعرفوا المعجون متاعنا طاب بالكدا؟ كي يولي الجو متاع البرقدان كيما العسل، يولي معسل كيما قاعدين نشاهدوا في الفيديو. تنجموا تخليوه كيما هو، ولا كي يبدا مازال سخون ترحيوه بالكدا. اما انا ديما نرحيه شويه ونخلي فيه شويه مرسوات هكا متاع البرقدان ظاهرين. خذيت بابس كيما هكايا يكونوا باللار بالخطا متاعهم، عقمتهم بالكدا في الماء سخون ومن بعديك نشفتهم. بعد ما برد المعجون صبيتهم في كد بابس. وهذايا كان فيديو متاعي لليوم. تنجموا تحضروا المعجون هذايا للرمضان ولا حتى للعيد. تنجموا تستعملوه في لي سابلي ولا لي تاخت ولا برشا حلويات اخرين. ونتلقاو ان شاء الله في مزيد من الوصفات. وما تنساوش باش تحطوا لي جيم كومنتير وتبارطاجيو الفيديو.